علشان دولة تحتل دولة زمان كان الطبيعي والمنطقي تحصل حرب بين الطرفين، والأقوى هو اللي بيسيطر، وبتكون ليه الأراضي والغنائم والموارد. ومع تطور الأجيال والسنين بدأ مفهوم الحروب يتغير. بعد ما كان بالسيوف أصبحت الحروب دلوقتي غير مرئية. أيوة، زي ما سمعت كده، حروب غير مرئية. ما تعرفش مين العدو اللي بيحاربك، وما تحسش أصلا إنك بتتحارب. والمصطلح ده في علم السياسة بيسموه حروب الجيل الرابع والخامس. أهلا بيكم، أنا رامي البنا، وانتم بتشوفوا هو التاريخ بيقول إيه. في بداية البشرية كان الصراع على المية والأراضي الخصبة، فكانت بتنشأ المعارك وكانت بأسلحة بدائية، سيوف، رماح كده يعني. ومع تطور الأجيال والتفكير والاكتشافات ظهر جيل جديد من الحروب، وكان الجيل التاني، وده ظهر في أوروبا على إيد نابليون بونابرت والنهضة الأوروبية، اللي بدأ فيها استخدام البارود والنار والبنادق البدائية والمدافع. وده طبعا كانت طفرة كبيرة جدا في الوقت ده. ومع الحرب العالمية الأولى والتانية بدأ يظهر جيل جديد من الحروب، وده ظهر مع الدبابات والطيارات والغواصات. والحرب أصبحت أكتر دقة وأكتر سرعة في تحديد أهدافها. المرحلة دي انتهت باختراع القنبلة النووية، السلاح المدمر اللي كان سبب في إنهاء الحرب لصالح دول الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. من بعد الجيل ده بدأ يظهر مصطلح الحرب بالوكالة. يعني إيه بقى الحرب بالوكالة؟ يعني من الآخر إن هخلي حد يحارب لصالحي بدون ما أخسر جنودي. طيب ده هيحصل إزاي؟ تعال أقولك. ده حصل مع الاتحاد السوفيتي في أفغانستان لما سيطروا على الدولة، وبدأ السوفيت ينشر الفكر الشيوعي، وبدأ الاتحاد السوفيتي يسيطر على موارد أفغانستان. ساعتها أمريكا فكرت تواجه الخطر ده مش بالحرب المباشر، لأ، من خلال الحرب بالوكالة. بمعنى إنها بدأت تدعم المجاهدين في أفغانستان بالمال والسلاح علشان يطردوا الروس من أراضيهم، وتبان أمريكا وكأنها ملهاش علاقة بالموضوع. وده اللي بنشوفه حوالين مننا من تدعيم الدول الكبرى لبعض المنظمات ماليا وعسكريا للحفاظ على مكتسبات الدول الكبرى. يعني بص على سوريا، بص على العراق، شوف كده ليبيا، شوف كده اليمن وغيرها من مناطق الثروات. هتلاقي في عناصر ضد الأنظمة اللي موجودة في الحكم. طب الناس المعارضة دي جابت فلوس وسلاح منين؟ أما حروب الجيل الخامس فده بقى بيعتمد بشكل مباشر على الإعلام والدعاية والسوشيال ميديا. بص حوالين منك هتلاقي كل حاجة اتحولت لتكنولوجيا رقمية. مين فينا مش بيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أكتر ما بيشوف أهله وأصحابه؟ الحروب الجديدة بتعتمد على تغييب الوعي للشعوب، وبيقدروا يتحكموا في المعلومات اللي بتوصل لحضرتك، واللي من خلالها بيأثروا عليا وعليك في نوعية وكمية المعلومات اللي بنشوفها. يقدر عدوك يتحكم فيك من خلال تطبيق أو برنامج يوصل لك أفكاره، ومع التكرار والانتشار تقتنع إن ده الصح، وهو ده اللي الناس بتعمله. تعال ناخد مثال. افتح دلوقتي الانستجرام، افتح التيك توك، بص بصة وقول لي، قول لي انت ايه هو المحتوى الرائج؟ ايه هو المحتوى اللي بيحصل على اعلى نسب مشاهدة؟ طبعا من غير تفكير، اغاني، حفلات، رقص. الموضة بتاعتنا بناخدها منهم، بنقلد الغرب بدون التفكير في عاداتنا وتقاليدنا وديننا. بص على الاعلام، سواء المقروء او المسموع او المرئي، هتلاقي في معظم الدول العربية اللي واخد الترند او اللي متسلط عليه الضوء شخصيات لا ترتقي ان تكون مفيدة لا لديننا او لمجتمعنا. وده المقصود هو ابعاد كل ما هو صح، ابعاد كل ما هو يؤثر ايجابيا على مجتمعاتنا العربية. لو سألتك سؤال دلوقتي وقلتلك عدلي كده 10 من علمائنا العرب، هتعرف؟ ممكن تعرف اسم واحد، اتنين، تلاتة، لكن هتلاقي في صعوبة شديدة جدا. وخد بالك، ده مش تقصير منك، ده اللي فرضوا عليك حروب الجيل الخامس، وهو البعد عن هويتك وثقافتك والتمسك بهوية مختلفة. لكن لو قلتلك قولي أسماء ل20 مطرب، ل50 لاعب، هتقولهم بسهولة شديدة جدا. عزيزي المشاهد، النظام العالمي الجديد، احفظ الاسم ده كويس، النظام العالمي الجديد. النظام ده بيتم الترويج ليه
علشان يتم تطبيقه على مدار السنين اللي جاية. نظام بيعتمد على إن العالم يكون له حكومة موحدة في الفكر والثقافة. نظام مش هيعتمد على دين، لا لا لا، هيعتمد على مبادئ وقيم. يعني وارد جدا جدا بعد سنين، ممكن ما تكونش كتير، تختفي خانة الديانة من الهوية، ويتكتب انتمائك لبلدك فقط: سعودي، قطري، أمريكي، مصري، سوداني، بدون دين. لأن الهدف إن الدين هيكون مجال للمنازعات والاختلافات بين شعوب العالم. لا، هنا بقى لما نمحي الدين ونكون تحت سقف أرض واحدة، ساعتها هتختفي الاختلافات، ومش هيكون في كلام في الدين، علشان ما يكونش في تجدد للصراعات من تاني. وهيكون الكلام على الأخلاق والصفات الحميدة فقط، زي ما تسرقش، ما تقتلش، وهكذا. اصحى للكلام انت وهو. ربما يكون الكلام ده من وحي خيالي، لكن عايزك تفكر بس في الأديان كلها مذكور نزول المسيح أو المسيح الدجال. خلينا أفكرك كمسلم، المسيح الدجال هيقول أنا الله، وحاشا لله، الله ليس بأعور. تفتكروا لو ظهر الدجال في وقت فيه دين والناس متمسكة بدينها وعقيدتها، هينفع معاهم الإجابة؟ طبعا لا. هيبقى الحل الوحيد إن يكون في نظام عالمي جديد يمحي الأديان ويوحد الشعوب على مبادئ. ومع مرور الوقت ومع ولادة أجيال جديدة ما تعرفش يعني إيه دين، هيكون سهل جدا جدا لو ظهر حد بمعجزات يقولك أنا الله، اتبعني، فعادي جدا الناس هتتبعه وبسهولة. واخد بالك انت وهو؟ ما انا قلتلك اصحى للكلام. مش عارف ده ممكن يحصل بعد سنة، بعد 5، بعد 10 سنين، الله أعلم. لكن خدوا بالكم، أنا رامي البنا، وانتم بتشوفوا هو التاريخ بيقول